السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة هيفا تي في. يوم جديد وفيديو جديد كالعادة. اليوم رايحين نتعرفوا على لاعب جديد انضم حديثا للمنتخب الجزائري، هو حسام عوار. حسام عوار من مواليد 30 يونيو سنة 1998 بمدينة ليون الفرنسية، وتعود أصوله إلى بلدية بني صاف بولاية عين تيموشن غرب الجزائر، وهو مزدوج الجنسية. بدأ مسيرته الشبابية في سنة 2006 إلى غاية 2009 مع أكاديمية الاحتياط أولمبيك ليون، ومسيرته الاحترافية من سنة 2015 إلى 2023 مع نادي ليون، وبعدها في سنة 2023 انتقل إلى روما. عوار هو لاعب خط وسط هجوم متعدد الأماكن، يمكنه اللعب في أي جانب في خط وسط، وقد تمت الإشادة بقدراته الفنية الممتازة وهدوئه عندما تكون الكرة بين قدميه. هذا ما جعل بالماضي يضمه إلى المنتخب الجزائري في نفس السنة، سنة 2023. ويعتبر عوار مكسبا مهما لكرة القدم الجزائرية. إن الخطوة التي أقدم عليها عوار مهمة في مسيرة المنتخب الجزائري الذي أصبح يطمح إلى استعادة مكانته إفريقيا. بعد حيبة نهائيات سنة 2021، اختيار برناردي لعوار سيحفز الكثير من المواهب التي توجد في أوروبا على الانضمام إلى الفريق الوطني الجزائري. حبايبنا وصحابنا، كان هذا هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، ولا بغيتو تعرفوا على أي لاعب اكتبوا لنا في التعليقات وحنا إن شاء الله نعرفوكم عليه. كان هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم. سلام.